السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو حابة أقول إن كل الرسائل اللي هتسمعوها النهاردة وصلتني من متابعين، وطبعا غيرت الأسماء وبعض التفاصيل البسيطة علشان أحافظ على خصوصية أصحابها، لكن مضمون كل قصة حقيقي. النهاردة معانا 5 قصص وكل واحدة فيهم مختلفة عن التانية تماما، لكن كل أصحاب الرسائل محتاجين يسمعوا رأيكم، فاسمعوا القصص للآخر لأن يمكن رأيكم يغير حياة حد فيهم. ويلا نبدأ. الرسالة الأولى، المتابعة الأولى بعتت لي وقالت: أنا متجوزة بقالي 10 سنين وعندي أطفال وجوزي شغال في مدينة بعيدة جدا عنا. من أول يوم جواز وطبيعة شغله فرضت علينا إنه يعيش بعيد، وكان بيرجع لنا يوم أو يومين كل شهر ونص أو شهرين وبعدها يسافر تاني. يعني أغلب الوقت أنا اللي كنت شايلة البيت لوحدي. إحنا ساكنين في قرية وكل حاجة بعيدة عنا، السوبر ماركت بعيد، المدارس بعيدة، المستشفى بعيدة، حتى المواصلات قليلة جدا. في أول الجواز أخو جوزي كان عايش معانا وكان هو اللي بينزل يجيب طلبات البيت لأن معاه عربية وجوزي كان يبعت له الفلوس ويتصرف. وقتها كنت حاسة إن الدنيا معقولة، لكن بعد فترة أخو جوزي اتجوز وساب البيت وأجر شقة هو ومراته في مدينة تانية. كل الحمل وجع على كتافي، بقيت أنا وحماتي الكبيرة في السن وعيالي كل يوم أصحى من الفجر أجهز الأولاد، أنظف البيت، أطبخ، أغسل، وأي حاجة ناقصة في البيت لازم أنا اللي أروح أجيبها. والمشكلة إن الطريق بعيد وساعات أضطر أشيل ابني الصغير على ظهري وأمسك البنتين من إيدي وأمشي مسافات طويلة علشان أجيب شوية خضار أو احتياجات البيت، وفي عز الحر أو في عز البرد. ولو حماتي احتاجت حاجة أنا اللي أنزل، ولو المدرسة طلبت حاجة أنا اللي أروح، ولو حد تعب أنا اللي أجري. وفي الآخر لما أرجع البيت لسه الطبخ والغسيل والتنظيف مستنيني. وصلت لمرحلة بقيت أنام وأنا جسمي كله وجعني. وفي يوم كلمت جوزي قلت له: أنا تعبت، مش قادرة أكمل بالشكل ده. أنت عايش لوحدك هناك وأنا هنا لوحدي، ليه ما نأجرش شقة جنب شغلك؟ أنا والأولاد وأمك نيجي نعيش معاك، على الأقل هنبقى مع بعض وكل الخدمات هتبقى قريبة. رد عليا وقال: أنا ما عنديش حل. قلت له: إزاي ما عندكش حل؟ قال: هو ده الواقع، استحملي. حاولت أكلم حماتي: تعالى نروح نقعد جنب ابنك، أنت كمان هترتاحي. قالت لي بمنتهى الحسم: أنا مستحيل أسيب بيتي، هموت هنا. وقتها حسيت إني اتكسرت، لأن الاتنين رافضين ولا واحد فيهم بيفكر أنا بمر بإيه. هم مرتاحين، أما أنا اللي بشيل كل حاجة. أنا مش بشتكي من أولادي ولا من مسؤوليتي، لكن نفسي ألاقي حد يحس بيا. أنا تعبت بجد وما بقتش عارفة أعمل إيه. بصراحة يا جماعة، وأنا بقرأ الرسالة دي حسيت إن أوقات كتير الست ما بتبقاش محتاجة فلوس، هي محتاجة حد يشيل عنها الحمل شوية. ومحتاجين نفتكر إن كلمة استحملي ساعات بتكون أصعب من أي تعب. أما الرسالة التانية فبصراحة نهايتها ضحكتني جدا. المتابعة بتقول: أنا وجوزي بقالنا فترة مخططين ننزل البحر، كل مرة حاجة تحصل وتبوظ الخروجة، لحد ما أخيرا اتفقنا. قلت خلاص المرة دي مش هتضيع. حضرت كل حاجة من بالليل، جهزت الشنطة، حضرت أكل خفيف وجهزت هدومنا، ونمت وأنا فرحانة زي الأطفال. صحيت الصبح بدري، لبست وجهزت نفسي واستنيت جوزي، وفجأة قال لي: أنا خارج 5 دقايق وراجع. قلت له: تمام. عدت ساعة وراها ساعة مفيش أي خبر. اتصلت بيه، رد وقال لي: حقك عليا، أمي طلبت مني أوصلها هي وقرايبها البحر. قلت له: تمام، وقفيت، ولا عيطت ولا عملت مشكلة ولا فضلت أقسم، أنا أصلا مش بحب أقلل من نفسي. قلت خلاص اللي راح. اتصلت بأختي وقلت لها: يلا نخرج إحنا. رحنا خدنا ماما ونزلنا البحر وقضينا يوم من أحلى الأيام، ضحك ولعب وصور وأكل. ورجعت البيت بالليل وأنا مبسوطة. رجعت حوالي الساعة 9 ولقيت جوزي لسه مرجعش، قلت أكيد لسه مع أهله. وفجأة الساعة 10 بالليل اتصل بيا، قال لي: أنا هتأخر شوية. قلت له: خير؟ قال لي هو بيضحك: أختي اتخانقت مع واحدة على البحر والموضوع كبر، والشرطة جمعت الناس كلها وأنا لسه معاهم. والله يا جماعة أنا ما عرفتش أمسك نفسي من الضحك، افتكرت إنه سابني علشان يقضي يوم جميل، وفي الآخر لقى نفسه بيجري بين المشاكل. وقتها قلت بيني وبين نفسي: يمكن ربنا كان بيبعد عني حاجة، ولو كنت رحت معاهم كان زماني أنا كمان وسط الخناقة. دلوقتي هو بيقول لي: حقك عليا، وأنا مش زعلانة، لكن حسيت إن ربنا عوضني بيوم أحسن من اللي كنت مخططه له. بصراحة يا جماعة الرسالة دي فكرتني إن مش كل حاجة بنزعل عليها بتبقى شر، أوقات كتير جدا اللي إحنا فاكرينه خذلان بيطلع حماية من ربنا. نكمل مع بعض باقي الرسائل. الرسالة الثالثة، المتابعة دي بعتت لي وقالت: أنا متجوزة بقالي كذا سنة والحمد لله عمري ما قصرت مع أهل جوزي، بالعكس دايما كنت بحاول أكسب محبتهم وأعاملهم بكل احترام لأنهم في الآخر أهل جوزي، وحبيت من أول يوم جواز إن علاقتنا تبقى كويسة. من كام يوم أخت جوزي نجحت وجابت الدبلومة اللي كانت بتحلم بيها، أنا فرحت لها جدا وقلت لازم أعملها مفاجأة تفرحها. إمكانياتي على قد حالي، لكن قلت مش لازم الحاجة تكون غالية علشان تبقى حلوة. نزلت اشتريت اللي أقدر عليه، عملت كيكة في البيت بإيدي وعملت فرخة في الفرن وخبزت عيش طازة وجبت حلويات وعصير ورتبت السفرة بكل حب، وكنت متحمسة أشوف فرحتها لما تدخل. بعدها اتصلت بحماتي وقلت لها: أنا عاملة مفاجأة لبنتك، تعالوا نتغدى عندي. فرحت جدا وقالت لي: حاضر يا بنتي إحنا جايين. قفلت وأنا في قمة السعادة. فضلت أرتب البيت وأجهز كل حاجة. جوزي كان زعلان مني بسبب مشكلة بسيطة حصلت بينا قبلها بيوم وكان ساكت. قلت لها: أنا عزمت مامتك وأختك علشان أعمل لها مفاجأة. بصلي وسكت، ما قالش ولا كلمة. بعد شوية دخل أخد دش ولبس هدومه، افتكرت إنه بيجهز يستقبلهم معايا،
لكن فجأة قلبني، يلا البس. استغربت، قلت له احنا رايحين فين؟ ما ردش. قلت له طب استنى، اهلك هيجوا دلوقتي. بص لي وخرج وقفل الباب وراه. فضلت واقفه مش فاهمه، قلت يمكن نزل يجيب حاجه وراجع. عدت ساعه ومحدش جه. اتصلت بحماتي ما ردتش، اتصلت باخته ما ردتش. كل شويه ابص على الاكل وهو بيبرد واقول يمكن في الطريق. فضلت مستنيه لحد الساعه 5 العصر، وبعدين استوعبت انهم مش جايين، لكن برضه ما كنتش اعرف السبب. بعد شويه فتحت انستجرام، واول ستوري ظهرت قدامي، حفله كبيره جدا في فيلا، زينه وتورته واكل، وكل اهل جوزي موجودين، حماتي، اخواته، قرايبه واصحابه، ولا حد حتى قالي. فضلت ابص في الصور وانا مش مستوعبه، انا اللي كنت واقفه من الصبح بطبخ واجهز لهم مفاجاه، وفي الاخر هم عاملين احتفال كبير ومحدش حتى فكر يعزمني. انا والله ما زعلت عشان الحفله، انا زعلت عشان حسيت اني ماليش قيمه، حسيت ان وجودي وعدم وجودي واحد. ومن يومها وانا مش قادره انسى اللي حصل. حتى جوزي ما رجعش اعتذر ولا شرح ولا قال اي كلمه. بصراحه يا جماعه، ده المواجه حما اجحد لي، وانا مش اضصل ابدا، لان التجاهل ساعات بيكون اقصى من الاهانه نفسها. اما الرساله اللي بعد كده فهي رساله يمكن ناس كتير من المتجوزين هيحسوا بيها. المتابعه بتقول انا متجوزه ولسه ما عنديش اولاد، انا وجوزي عايشين لوحدنا، وجوزي شغله بيبدا بدري، اما انا فبصحى متاخر شويه. طبيعتي من زمان اني اغسل المواعين الصبح، يعني لو اتعشينا بالليل بسيبهم لحد ما اصحى، وده نظامي من وانا بنت. وفي يوم حوالي الساعه 9 الصبح سمعت حد بيخبط الباب، قمت بسرعه وانا لسه نايمه، فتحت لقيت حماتي. رحبت بيها وقلت اتفضلي يا طنط. دخلت من غير حتى ما تقعد في الصالون، راحت على المطبخ مباشره، واول ما شافت المواعين في الحوض وشها اتغير. قالت لي ايه القرف ده، هو ده بيتي يتساب بالشكل ده؟ وبدات تعلي صوتها وتقول ان الست الشاطره تقوم من الفجر، وان البيت النظيف عمره ما يبقى فيه طبق في الحوض. انا فضلت ساكته شويه، لكن لما لقيتها بدات تغلط فيا قلت لها بكل هدوء معلش يا طنط، دي شقتي وده نظامي وانا حره فيه. مش شتمتها ولا عليت صوتي، قلت الجمله دي ودخلت اوضتي. بعد شويه سمعت الباب بيتقفل، عرفت انها مشيت، الموضوع خلص بالنسبه لي. لكن بالليل جوزي رجع، واول ما دخل البيت بدا يزعق وقال انت ازاي تكلمي امي بالطريقه دي؟ حاولت اشرح له اللي حصل، لكنه كان واخد صفها من غير حتى ما يسمعني. ساب البيت وراح يبات عندها وسابني لوحدي. من ساعتها وهو مش بيكلمني، وانا مش عارفه هو انا غلطت ولا فعلا من حقي يبقى ليا خصوصيتي في بيتي. انا احترمتها، لكن في نفس الوقت مش من حقي اي حد يدخل ويفتش في بيتي ويحاسبني على طريقتي. بصراحه يا جماعه، في فرق كبير بين النصيحه وبين التدخل، وفي فرق بين ان الام تخاف على ابنها وانها تنسى ان ابنها بقى عنده بيت مستقل. اما اخر رساله معانا النهارده، فبصراحه يا جماعه وانا بقراها حسيت انها من اصعب الرسائل اللي وصلتني، لان صاحبتها واقفه قدام قرار ممكن يغير حياتها كلها. المتابعه بعتت لي وقالت انا عندي 35 سنه ولسه ما اتجوزتش. يمكن ناس كتير تشوف ان السن ده عادي، لكن للاسف مجتمعنا ساعات بيخلي البنت تحس انها متاخره، وكل شويه تسمع نفس السؤال، لسه ما اتجوزتيش ليه؟ امتى نفرح بيكي؟ هو ما فيش نصيب؟ لدرجه اني بقيت اهرب من اي تجمع عائلي علشان تعبت من الكلام. انا بشتغل في محل حلويات والحمد لله بحب شغلي، المرتب مش كبير لكن بساعد نفسي، وكمان بساعد امي وابويا في مصاريف البيت. من كام اسبوع اتقدم لي راجل عنده 64 سنه، يعني اكبر مني بحوالي 30 سنه. في الاول قلت لنفسي يمكن يكون راجل محترم والسن مش اهم حاجه، لكن لما قعدنا نتكلم بدا يحكي لي عن شروطه. قال لي اول حاجه بعد الجواز هتسيبي الشغل. قلت له ليه؟ قال انا مش بحب مراتي تشتغل، وبعدين قال لازم تلبسي النقاب، ولو احتجتي تنزلي السوق يبقى معايا، ولو عايزه تروحي تزوري اهلك يبقى مره واحده في السنه في العيد الكبير. انا افتكرته بيهزر، لكن لقيته بيتكلم بمنتهى الجديه ولسه ما خلصتش. قال لي كمان احنا عيله كبيره وهتعيشي في بيت العيله، البيت عباره عن كذا دور، كل دور في حد من العيله، هنبقى بناكل كلنا مع بعض، الرجاله لوحدهم والستات لوحدهم، ولو حصل اختلاط يبقى بالنقاب. كل ما كان يتكلم كنت حاسه ان نفسي بيضيق. انا طول عمري بحب اشتغل وبحب اخرج اجيب احتياجاتي وبحب ازور اهلي كل ما اوحشوني، لكن في نفس الوقت انا نفسي ابقى ام، ونفسي يكون عندي بيت واسره. اختي قالت لي وافقي، انت كل شويه ترفضي وبعدين تقولي مفيش عرسان، العمر بيجري. اما ابويا فكان ساكت اغلب الوقت، لكن كنت شايفه في عيني خوف. في الاخر قال لي يا بنتي انا خايف عليكي، الراجل كبير في السن، وبعدين بيت العيله مش سهل، يمكن اولادك ميلاقوش الاب اللي انت بتحلمي بيه. وحسيت انه كمان متضايق جدا من فكره اني اشوفهم مره واحده في السنه، بس احترم قراري وما ضغطش عليا. ومن يومها وانا مش بنام، كل يوم اقول يمكن اوافق وارتاح، وبعدها اقول ولو وافقت وندمت، ولو خسرت حريتي، ولو بقيت عايشه حياه مش شبهي. وفي نفس الوقت خايفه ارفض ويعدي العمر واندم اني ضيعت فرصه الجواز. انا بجد محتاره، ولو كنتوا مكاني كنتوا هتعملوا ايه؟ بصراحه يا جماعه
دي من الرسائل اللي ملهاش إجابة سهلة، لأن الجواز مش مجرد إن الإنسان يقول أنا اتجوزته. الجواز راحة وأمان وتفاهم، ولو الإنسان دخل حياة هو مش مقتنع بيها من البداية، ممكن يعيش سنين وهو حاسس إنه غريب فيها. وفي نفس الوقت الخوف من الوحدة أي من كلام الناس بيخلي ناس كتير توافق على حاجات هي من جواها مش مرتاحة ليها. علشان كده القرار ده محدش يقدر ياخده غير صاحبة الرسالة نفسها، بعد ما تفكر كويس جدا وتشوف هل هتقدر تعيش بالشروط دي طول عمرها ولا لأ. ودي كانت الخمس رسائل اللي وصلتني النهاردة، لكن في حاجة واحدة مشتركة بينهم، كل واحد فيهم كان محتاج يسمع رأي حد يشوف الموقف من بره من غير عصبية ومن غير انحياز. دلوقتي جه دوركم، ولو كنتوا مكان أي واحد فيهم كنتوا هتتصرفوا ازاي؟ ما تنسوش تكتبوا رأيكم في التعليقات، لأن يمكن كلمة منكم تكون سبب في حل مشكلة حد.